كنت اتكلمت من كام يوم كده على بوست حد عايش في الكويت وبيقول انا باخد كذا بالدينار وبيساوي كام بالجنيه المصري، وان انا ياما هنا ياما هناك، مع العلم ان المرتب اللي بياخده مقارنة بزمايله من جنسيات اخرى بياخدوا كام هناك يعتبر قليل جدا. ليه انا بتكلم على الموضوع ده مع ان انا عملت عليه بوست قبل كده؟ لان انا في حوار مع حد من قرايبي كان بيتكلم على السفر بره في دول الخليج او في اوروبا ايفن، وبيقول الواحد لما يجي يحسب هو التكلفة كام بدولار او بالدينار او بالريال او بالدرهم بيساوي كام مصري. فاستوقفني قوي طريقة التفكير دي. طريقة التفكير بالطريقة دي غلط جدا 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 جدا. مش معنى ان الجنيه نقص قدام الدولار بالشكل المنحدر اللي احنا شايفينه ده معناه ان انا قيمتي كإنسان مصري بشهاداتي وبعلمي وخبرتي وثقافتي نزلت. انا الاكسبيرينس بتاعتي بتساوي كام، شهاداتي بتساوي كام، مؤهلاتي بتساوي كام، في نفس الناس اللي في نفس البوزيشن اللي في البلد اللي الواحد فيها بياخد كام، هو ده اللي اخده. مش هاخد اقل منه واقول علشان انا جاي من مصر وسعر الدولار قدام الجنيه المصري ولا اليورو ولا الدينار قدام الجنيه المصري بيساوي كذا، فانا كأني ملياردير في مصر بالمبلغ اللي انا باخده ده، فاقبل باقل حاجة مش مساوية للي المفروض اخده مقارنة بالناس اللي عايشين في الدولة دي. لا، ده تفكير خاطئ جدا. كده اللي بيعمل كده بيقلل من قيمة نفسه كإنسان، بيقلل من قيمة نفسه كمواطن مصري ليه قيمته وليه اعتباره، بيقلل من قيمة نفسه في سوق العمل. فلما تيجي تقدم على وظيفة في أي بلد أيا كانت البلد دي، احسب الوظيفة اللي انت رايحها هناك بياخدوا لها مرتب كام، بلس خبراتك ومؤهلاتك بتساوي كام، مش قيمتك في مصر كام، ولا تحول من الدينار للجنيه ولا من اليورو للجنيه ولا من أي عملة للجنيه. لأ، انت قيمتك كبيرة، قيمتك كمصري، قيمتك كشهادتك، قيمتك كعلمك، قيمتك كخبرتك كبيرة. ما تريحهاش بقيمة الدولار ولا بقيمة اليورو ولا بقيمة أي كان. المصري بخبراته وعلمه وثقافته بيساوي كتير قوي، إن كان جوه البلد ولا بره البلد. المشكلة إن إحنا اللي مش عارفين قيمة نفسنا. وشكرا.